السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، بجد لقائنا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. ما تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، طريقة عمل بيوت ولادة للأرانب يا جماعة، للبوكسات الخشب أو البوكسات يا جماعة السرند بالخشب، بوكسات خشب وعمل بيوت ولادة يا جماعة بالخشب. معانا نموذج أخونا يحيى يا جماعة من لبنان، عامل نموذج كده يا جماعة عن طريقة عمل بيوت الولادة أو الولادات الخشب للأرانب. يلا بينا مع بعض يا جماعة نشوف النموذج عملي وبصممه عملي ونرجع لكم تاني يا جماعة. لك أبو نرمين، وتحياتي لكل متابعينك على القناة. أنا بدي أعمل بيت ولادة خشب، عرفت علي كيف؟ بدي أعمل بيت ولادة لأرنبتين، يعني بيت واحد بقسمه بالنص، بدي أقسمه بالنص. هاي معلم التعليمي، هاي كيف بدي أقسمها بالنص. هون أرنب بتولد وهون أرنب بتولد. بعت لك اول فيديو لاول واحد طبقته، بعد بدي اطبق الثاني خي ابو نرمين. وهاو الخشبات اللي بدي اجمعهم اليوم عشية بعد الافطار ان شاء الله. وتحياتي لك وتحياتي لكل متابعينك على القناة، وشكرا شكرا شكرا لك خي ابو نرمين. ومعك يحيى من لبنان، وتحياتي لكل اهل مصر. اول طريقة عم نعملها حتى بنطبق الخشب بيت الولادة تبع الأرنب. الطريقة اللي كتير حلوة، أول بسمار، تاني بسمار، تالت بسمار، نرجع كمان نجيب خشبة تاني كمان نفس الطريقة، نعملها كمان نفس الطريقة. ونرجعنا لكم من جديد خي ابو نرمين. بنجيب هاي كمان بنحطها كمان على نفس الزاوية كمان، وبنرجع بنجيب هاي كمان نفس التانية كمان نفس الحجم مثل ما انتو شايفين. اعزائي المشاهدين، لكل شخص عم بيتابعنا على القناة، تحياتي لكل شخص عم بيشوف هذا الفيديو. هاي البسامير خي ابو نرمين. ورجعنا لكم كمان من جديد اعزائي المشاهدين خي ابو نرمين. هون دقينا اول بسمار، كمان نفس الطريقة، تاني بسمار، ثالث بسمار. هيك بكون خي ابو نرمين خلصنا هاول الاثنين. هاول بيجوا على الجنب من هون وعلى الجنب من هون، هاول الاثنين. ورجعنا لكم من اول وجديد خي ابو نرمين. عملناها كمان 3 بسامير كمان. هاي خي ابو نرمين الخشباي كمان بنرجع بنحط نعمل برجلنا هيك كمان نسندها. بنرجع بندق اول بسمار، تاني بسمار، ونرجع بندق الثالث نص. هلا بنكفيه. خي ابو نرمين وصلنا للجزء الثالث. هاي كمان المرحلة الثانية عملنا هاي كمان 3 بسامير خي ابو نرمين. البسمار الاول والثاني والثالث كمان نفس الطريقة من تاني ميل. هلا بعد بدي ركبهم كمان، لحتى بحط كمان لوح تاني، وبنرجع بنعملها على تاني ميلي كمان خي ابو نرمين. ومكفين معكم
لآخر الفيديو. هلا دقينا اول بسمار من تحت خي ابو نيرمين، بنرجع بندق اول بسمار من فوق، ونرجع بندق كمان نفس الميلة اول بسمار من فوق. اخر شي بندق النص، لحتى ان دقينا النص وتركنا الفوقاني والتحتاني هذا ما بيسوى. بدنا ندق اول واحد من تحت والتاني، بنرجع بنندار على الثالث، بنرجع بنندار على الثالث كمان نفس الطريقة. بيكون هيك خي ابو نيرمين خلصنا بيت الولادة. بعد في عنا الخشب اللي بتجي بالنص بنركبها ان شاء الله، بس ما فينا بنركبها بسامير، بدنا نحط لها بسمار على الفرد خي ابو نيرمين لحتى بتمسك احلى من تحت. عرفت علي كيف خي ابو نيرمين؟ خي ابو نيرمين وهيك يكون خلصنا دق البسامير، ورجعنا لك من اول وجديد كمان نكفي الفيديو. تحياتي لكل متابعينك على القناة خي ابو نيرمين. وهيك يكون خلصنا القفص على الداير. رجعنا لك خي ابو نيرمين مرة ثانية كمان. تحياتي كمان لكل متابعينك على القناة مرة ثانية. هلا بشيل هذا اللوح نعمله هيك، هاي نكون حطينا اللوح هذا خي ابو نيرمين. خير خي ابو نيرمين، كيفك؟ كيف صحتك؟ تمام. تحياتي لك وتحياتي لكل متابعينك على القناة. خي ابو نيرمين انا امبارح تابعت لك فيديو، مش فيديو، عم تابع كل فيديوهاتك انا، بس لقيت فيديو امبارح عم باعت لك واحد انه عم يعمل بلاستيك بيات ولادة. فاذا انا قلت بدي اصور بيت الولادة اللي عملته لابو نيرمين. فاذا انا عملت اول واحد وبعدني عم بعمل الثاني، بس الثاني بعد ما خلص لحتى اصور لك اياه. هاد اول واحد عملته بيت ولادة من خشب. هاي لاول هالقد المساحة كافي خي ابو نيرمين لولادة الارنب. مساحة بنظري انا كافي. هاد الثاني كمان هاد بيت ولادة هلا حاطه على جنب، بس بدي احطه للسلاك اللي صورت لك اياه خي ابو نيرمين. هذا صنعته على ايدي انا من خشب، جبته من عن الجاري ونشرته بالمنشار اليدوي اللي عندي وعملته انا. بنصح كل واحد بيعمل نفس الطريقة هاي، احسن من البلاستيك بنظريتي انا، احسن من البلاستيك انا. وتحياتي لك خي ابو نيرمين، وتحياتي لكل متابعينك على القناة بمصر او خارج مصر.